بتخطط ازاي تقف قصاد اسرائيل، هتيجي انت تكمل عليها. فاللي بيحصل ده استنفار شعبي يجب استغلاله لحاجات كتير قوي في المستقبل، ويجب ان مصر تدرك انها قويه قوي قوي. انت وقت الازمه شفت قد ايه انت قوي، في حين ان انت ما دخلتش حرب، بس استعراض كبير جدا. اخيرا وليس اخرا هنهي فيديو مهم جدا. الشرطه المصريه كانت قامت باستعراض في رفح. اللافت في موضوع الاستعراض ده ان كان فيه العنصر النسائي كتير شويه، ماشي. فالحقيقه ان في ناس علقت قالت لك ده شكل الستات بتاعتنا لما بيلبسوا اللبس او الزي الشرطي والكلام ده كله، ما بالك شكل رجالتنا بتبقى عاملين ازاي؟ خلاص خافي يا اسرائيل. انا عجبني التعليق ده قوي قوي يعني. احنا شعب راجل وشعب جامد جدا، وبنعرف نقف قصاد الازمات بشكل كبير. وصدقني اسرائيل نفسها شايفاك عدو يجب ان يتم التصدي لطموحاتك، لان هم شايفينك ان انت بوظت كل حاجه. انت دوله مفسده. على فكره ما بقولش فاسده، انا بقول لك مفسده. الناس دي عماله تخطط وتحط مليارات في التخطيط وانت بتبوظ كل حاجه. ده بالنسبه لهم يعني. يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط. يا رب انصر مصر، رب انصر العرب، ورب انصر فلسطين. يا رب. تحيا مصر. سلام.